احنا دخلنا في الجد وهنروح لسوق الأحد. كبير شكله كبير. انا ما كنتش بصراحة متحفز ان انا اروح السوق دوت، بس قلت اروح ازوره. بصراحة انبهرت جدا جدا جدا. لقيت فيه حرفيا كل حاجة فعلا. هدايا تلاقي، ادوات منزلية تلاقي، اي حاجة مغربية مش مغربية، ادوات كهربائية، كل حاجة. من سوق الأحد صراحة كانت تجربة حلوة أوي. اتكلم مع الراجل اللي كان بيصلح لي الساعة، قال لي إن سوق الأحد ده أكبر سوق في أفريقيا. لما خرجت من السوق بقى، كان في حد قال لي على محل طاجين كده متخصص، اروح تاكل فيه طاجين. قلت اصور برضو ليكوا الشوارع كده وانا ماشي، عشان تبقى واخد خلفية كاملة على الحياة في أغادير. تجي وقت صلاة الجمعة، اللي لاحظته بعد صلاة الجمعة زي مجتمعاتنا العربية كده بالظبط، بتلاقي ناس واقفة بره بتبيع، وكله رايح طبعا قاعد في المطاعم ياكل كسكسي. كمان لاحظته بتلاقي أفراد أمن حوالين المسجد. وصلنا بقى للمنطقة السياحية، وهو ده البحر وسحره في أغادير. في لقطة كده هتلفت نظرك على طول. هتلاقي دايما شرطة السياحة موجودة ومطقمة على خيول بتلف على الرملة. منظرهم هيبة وفي نفس الوقت بيحسسك براحة تامة. هنا بجد دايما هتحس بالأمان إن شاء الله. عشان تشوف اثنين من أهم الأنشطة اللي بتمارس في أغادير، وهي ركوب الخيل على البحر وزيارة بارادايس بادي.